السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. بعد ما لصقت معكم الكمام ديال الجلابه، غنعاود نلصق معكم القب. انا هنا خديت العبار ديال القب ولصقته هنا. هذا هو اللي كيجي في الصدر. خدمت القياس اللي غيكفيني للقب كما تشوفوا معايا. درت ليه الدرس ودابا غنلصقو في الجلابه. القب ديالي هو هذا. الجلابه راها ملاقيه كامله بالرانده، والقب هنا راه فينيتو، درت ليه لوغلي. هذا الخيط هذا راه نحيدو ما يبقاش. كما تشوفوا معايا القب مفيني. تنجيب الجلابه تنشد من هنا وكنمشي للنص ديال القب، النص ديال القب، وغندير فيه فنيته. وغنجيب الموديل ديالي حتى هو غنقسمو في النص. هذا هو فين خيطت الخدمه هنا. غنجيب نشد من هنا وغنمشي، غنجي حتى النص ديالو وغنعلمو بفنيته كما تشوفوا معايا. غنجي هنا هنا الجلابه راه لقيتها بعد الملاقيه هذه اللي كتجي مع هذا الموديل. غنجي هنا وغنلصق فنيته. غنجي هكا غندور القب هكا على وجهه، وغنجيب هاد السنينات هادو وغنبقى نلصقهم بالفنايت. عاد نخيط باش يجيني ساهل. غنشد فقط غير هاد الشويه هذا. هو هاد الظهر ديال القب، وهذا الوجه ديالو. كنحط الضرس على الوجه ديال الثوب وكنلصق. غنمشي هكا مع القب كامل بالفنايت. انا كنوريكم الطريقه ديالي انا باش تلصق. هنايا النص ديال القب غنجيب النص ديال الموديل وغنلصقو بهذا الشكل هذا باش ما كيبقاش ليا الديكالاج لا هاد الجهه لا في هاد الجهه. كنخيط جهه بجهه كما شفتوا معايا. صافي وتنبقى غادا وكنلصق بالفنايت. الفنايت كيساعدوا باش تتبقاي غادا كتخدمي بلا ما يوقع لك شي ديكالاج. المهم انا غندور الفنايت على الموديل كامل ونرجع معكم. بعد ما لصقت الموديل ديالي كامل على القب كما تشوفوا معايا، لصقته بالفنايت. دابا غنجي باش نبدا نخيط. غنجي هنا الوسط، ديما تنخيط بالحرير مبروم على جوج الشعرات باش ما يبانش ليا في الخدمه. كنخشي هنايا الابره في هذيك العوينه صافي وكنثبتو هنايا. كل واحد باش من طريقه كيلصق هذا الموديل.
دابا مع التصوير راه تيجيني انا شويه ما جاينيش على يديا، بغيت غير نوريكم. خصني نجيب هاد السنينات هادو فوق لوغلي نيشان، نحيد هاد الفنيته والبرا كنخشيها وسط لوغلي باش ما يجينيش الحرير باين على الظهر ديال الخدمه، تجيني مفينيه من القدام ومن اللور. هانت نتمنى يكون تيبان ليكم. حيت ما حاطه على مخده لا حتى شي حاجه، جايني صعيب شويه مع التصوير، واخا هكاك غنحاول نوريكم. دابا ها لوغلي ها هو كما كتشوفوا الخيط ديال باش تنخيط ما غيخرجش ليا على برا، كنخشي البرا وسط هذاك لوغلي. ملي كندخل البرا ما كنخرجهاش للور، كنخشيها وسط هذا اللوغلي هذا. نتمنى يكون واضح لكم. كنطلع البرا وسط هاد لوغلي وكنخرجها فوق السنينات. انا غنبقى غادا كنخيط على طول القب باش ما يجيكمش الفيديو طويل، ما نكمل ليه الخياطه نرجع لكم. المهم هنايا ما تيخرجش ليا الخيط باش تنخيط، كندخل البرا وكنخشيها وسط لوغلي، وسط هاد لوغلي هذا اللي كاين هنا. نكمل الخياطه ونرجع معكم. انا بعد ما لصقت القب ديالي انا رجعت معكم كما تتشوفوا معايا. هذه هي الهبطه، هاد الخدمه هاد الملاقيه هابطه حتى لتحت. دابا نصلحها ونشاركها معكم. القب هو بعد ما لصقته كما تتشوفوا. هاد الموديل كيجي زوين. انا ما شاركتش معكم طريقه الخدمه ديال هذا الموديل، عندي اصلا في القناه وراه الاخوات خادمينه معكم. كما قلت لكم هنايا الخياطه ما كتجيش باينه، الحرير باش تنخيط كيكون مدفون وسط هاد لوغلي. باقا غندوز لوغلي هنايا نثبت هاد الثوب هذا نثبتو على الموديل. باقي غنفيني كاع هادشي وغنصلحها ومن بعد نشاركها معكم ان شاء الله. نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم والطريقه تكون مفهومه.